ايه بقى صن داونز اللي طلع لنا ده في المقدر الجديد؟ ايه بقى قصه النادي ده؟ وايه قصه رئيس الاتحاد الافريقي الحالي ورئيس نادي صن داونز موتسيبي؟ وازاي اخذ صن داونز من فريق مفعوص متوسط لفريق مرعب لكبار القاره، ومش كبار القاره بس، بلع جنوب افريقيا البلد بتاعه. ثانيه واحده، مش يمكن اصلا الكلام من قبل الراجل ده ان الفريق مرعب وقوي من قبل الراجل ده اصلا ما يجي؟ وايه علاقه يوهان كرويف بالموضوع؟ حلقه مهمه وشايفها مستفزه لبعض المدارك عندنا، ومهمه في التفاصيل، ومثيره لبعض المفاهيم. قبل اي حاجه بس وقبل ما تتابعنا، اتمنى لايك واشتراك في القناه المحترمه بتاعتنا لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيس شير بقى ولايك، وتخش على القناه برضو تدعمها عشان عايزين نوصل لرقم محترم. ويلا بينا. قلت لي مين بقى يا سيدي صن داونز ده؟ ده يا سيدي نادي اتعمل سنه 1970 في بريتوريا في جنوب افريقيا، وقبليها كان في شويه محاولات كده لنواه التاسيس من شباب بريتوريا للنادي. المهم ان هو اتاسس في 1970، شارك في الدوري بشكله القديم في 1973، لكنه هبط في 1980 ورجع تاني في 1985. لكن من 80 ل 85 حصلت حاجه مهمه جدا للفريق: احنا مش هنكون في الوضع اللي احنا فيه ده تاني. دي مقوله قالوها وهم في الدرجه الثانيه كاداره، كلاعبين، كجماهير. احنا مش هنكون في الوضع اللي احنا فيه ده تاني. وقتها النادي كان مملوك لاثنين دكاتره، موتسيري اتسوينج وبوني سيبوتسان، هما الاثنين دول اللي كانوا بيملكوا النادي وقتها. لكن التحول في العقليه دي بدا لما تملكه شخص اسمه زولا ماهوبي. الكلام ده كان في 1985. اول ما الفريق صعد على طول اشترى النادي ده وبقى ملكه. بالمناسبه ده رجل اعمال اتوفى سنه 2013، كان جامد جدا على فكره. بيقول لك كان اشهر رجل اعمال اسمر في الفتره دي ما بين الثمانينات والتسعينات. المهم معلم ان هو مسك النادي واشترى اهم اللعيبه، وجاب كمان مدرب محترم. مين بقى المدرب المحترم؟ ستانلي دريمر تشابالالا. ده كان مساعد في فريق بلاك بول بالمناسبه. المهم تشابالالا ده معلم جه وعمل ماركه مسجله باسم الفريق، ماركه مسجله بناء على اللعب اللي بيلعبه، يعني طريقه او اسلوب اللعب اللي بيتبعه الفريق، اسمها ذا تشو تشاين اند بيانو. خلي كده الجمله دي معانا عشان هنحتاج نوضحها ونبسطها احسن من كده. المعلم ده قبل ما يجي كان في دورات تدريبيه في فرق ايطاليه زي يوفنتوس والميلان، بيتعلم يعني من الاخر، واستلهم كلمه بيانو دي من الطليان، دليل على السهوله والبساطه، مش كآلة عازفه، لا سهوله وبساطه في اللعب. طب بيانو عرفناها، ايه بقى ذا تشو تشاين ديت؟ بص، هو المفهوم مركب يعني عشان الواحد كان يفسره. يعني المفهوم على بعضه كده ذا تشو تشاين يعني بيدل على الارض، الجزمه انت لابسها على الارض، والارض عندهم بتدل على بناء اللعب من الخلف، بناء اللعب على الارض من الخلف، والتمرير السهل اللي هو البيانو. شفت الدنيا سهله ازاي؟ دي ماركه اللعب اللي كان ماشي عليها صن داونز في الفتره دي من الزمن، ذا تشو تشاين اند بيانو. تلميع الاحذيه هو البيانو. كل لاعب بيدخل صن داونز لازم يكون بيتبع الفلسفه دي ومناسب ليها جدا في اسلوب اللعب بتاعه، من حارس المرمى لغايه المهاجم، وبدون توتر، ولازم يكون واثق من نفسه. خلي بالك الكلام ده في الثمانينات والتسعينات، وخلاص اعتمدوا الاصفر والازرق علشان هيبقوا هم برازيل افريقيا. البرازيل وقتها كان معاها 3 كاس عالم بالمناسبه. نجري بقى بالزمن شويه لغايه 2003. الدوري الجنوب افريقي بدا في موسم 96 97، ومن اول ما بدا هنا لغايه 2003 اللي انا بقول لك عليها، صن داونز كان معاه 3 نسخ بس من 7 نسخ اتلعب، رقم واحد. اما بقى في الكاس، وهنا هنهبل في الارقام حبتين، من 31 نسخه صن داونز كان معاه نسختين بس. رضا معاه 2 كأس الثمانية الكبار اللي في جنوب افريقيا برضه، ده غير وصيف دوري ابطال افريقيا قدام الاهلي في 2001. الكلام ده كله لغايه سنه 2003. انت يا عم عمال تكلمنا 2003 2003، مالها يعني 2003 اللي انت عمال ترغي فيها دي؟ 2003 معلم موتسيبي اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس نادي صن داونز، اشترى 51% من اسهم النادي، وفي 2004 استحوذ على النادي كله، وعلى طول الراجل اثبت نجاحه. النادي مع الراجل قدر ان هو يكسب 2 دوري ورا بعض، 2006 و2007، ورجع تاني كمان في 2013 عشان خاطر يحتكر البطوله غالبا للابد. اتكلم عن 11 دوري لصن داونز، شوف من 3 من شويه دلوقتي بقى معاه 11، و3 كؤوس محليه كمان. والاهم من ده كله دوري الابطال والسوبر الافريقي اللي كسبهم في 2017 من الزمالك ومن مازيمبي. ازاي بقى ده حصل؟ عايز افهم بقى ازاي ده حصل. لا وانا هقول لك بسهوله كده، انا هروح اعمل لي كوبايه شاي واجي. هنا بقى يظهر بابا المجال، يوهان كرويف، اللي انت ما تعرفوش يا صديقي ان هو كان صديق شخصي الموتسيب اللي انا بكلمك عنه، بتاع برشلونه. يا عم بتاع برشلونه عادي يعني، انت مستغرب ليه؟ يوهان قدر ان هو يقنع موتسيبي ان هو يبني فريق بيلعب عشان خاطر المتعه، مش عشان خاطر البطولات وبس. لكنه ما قالوش ازاي. اللي انت ما تعرفوش بالمناسبه ان موتسيبي ما شاء الله يعني ملياردير، يعني حاجه كده زي ما الواحد هيكون فيما بعد، يعني يعطينا ويعطيك يا رب. المهم فضل عمك موتسيبي يصرف ويجيب يمين ويجيب شمال ولاعيبه هنا وهنا لغايه 2011.
2011 كرويف ومعهد كرويف العالمي بيتعاقد رسميا مع اكاديميه صن داونز، وبسرعه رهيبه شباب صن داونز بقى الشغل الشاغل بتاع المعهد ده، وبسرعه اسرع من السرعه اللي قبلها يوهان كرويف بيقنع يوهان نيسكز المدرب البلدياته يعني ان هو يمسك فريق صن داونز. وبالفعل ده حصل. ليه بقى؟ عشان يزرع مبادئ الكره الشامله جوه النادي، جوه الفريق الاول لكره القدم. كده الفريق الاول والاكاديميه تحت سيطرته. ايه تاني؟ بس في حاجه، هم مش عايزين يعتمدوا على نيسكز على طول، عايزين كده يبقى في مشروع مكمل من بعد. فجابوا موسيماني في 2013. موتسيبي وموسيماني قاعدين دلوقتي حالا على الترابيزه قدامنا بيتفاوضوا، كل واحد فيهم قدم طلب ووعد. موسيماني طلب تعاقدات ودعم وهيعمل فريق ما حصلش، وموتسيبي طلب فريق قوي ومن الناحيه المقابله هيقدم لموسيماني كل الدعم المادي والمعنوي. وقد كان 9 لعيبه من اتقل اللعيبه في جنوب افريقيا، وفي ظرف 3 سنين الثنائي ده كان بيحتفل بكل بطوله محليه دخلها والمجد اللي هيستناهم بعد كده. مجد الاولى اللي حققوه في 2017 على حساب الزمالك في النهائي المشهور، ومجد السوبر الافريقي اللي حققوه على حساب نادي مازيمبي الكونغولي في السوبر الافريقي. لا ومش كده وبس، كسبوا كبير القاره في 2019 5-0 كاتقل هزيمه افريقيه تلقاها النادي الاهلي في تاريخه. مشي موسيماني وراح الاهلي في القصه اللي احنا عارفينها، والفريق مكمل بعديه هرس عادي جدا. ومشي موسيماني من الاهلي وبرضه الفريق مكمل هرس عادي جدا، كسب الاهلي كمان 5. صن داونز ومنظومته ماشيين كما يقول الكتاب، واحد مشى ونط من المركب عادي جدا، المنظومه مكمله ومش هتقف على واحد. وكسبوا الاهلي 5 تاني سواء موسيماني موجود او مش موجود، في وجود المساعد بتاعه عادي جدا. 25 شخص قايمين بالمنظومه كلها، جهاز فني، جهاز طبي واداري، حتى محللين الاداء، محلل كرات ثابته، الناس شغاله ما بتنامش، بحيث ان زي ما قلت لك واحد منهم مشي الباقي يكمل عادي جدا طريقه ولا كأن حاجه حصلت. محلل الكرات الثابته مايكل لوفتمان واخد رخصه يويفا ايه ومعاه ماجستير في العلوم الرياضيه. خد دي بقى من اخوك وما تراجعش ورايا. جالوم فالوديا، جالوم فالوديا رئيس قسم المحللين في النادي، شغال من 2012 يعني من قبل ما موسيماني يجي اصلا بسنه. ده الشخص اللي كانوا كاتبين عنه كذا مقاله ان هو كان في امستردام بيعمل مش عارف فتره معايشه ولا ايه في التحليل، حاجه شبه كده يعني على ما اتذكر. المهم ان هو كان مشهور في فتره على الفيس يعني، اكيد الفتره دي بعد ما كسبوا الاهلي 5. الحاجات دي كلها طلعت كده بعد الكوارث. نسيت اقول لك حاجه، عندهم شراكه مع شركه ستيتس بومب اللي هي بتاعت علم تحليل البيانات وكده، عشان الفريق يبقى ماشي بشكل علمي كمان. والكلام ده بقى له اكتر من سنه، ده مش جديد يعني، ده الاخبار موجوده يعني من زمن. طب ده بقى بالنسبه للكلام العلمي، عشان احنا اتضربنا في صفقات مش قادر اقول. تعالى بقى في حته ايه كشافه وازاي بينقوا الصفقات وكده. عندهم فريق كشافه محترم ما بين افريقيا وما بين امريكا الجنوبيه وما بين اسيا، تقدر تقول كده يا دوبك بس المدير الفني يقول انا محتاج حاجه، بص كام ملف هيتقدم. الكلام ده على فكره الفريق الشباب والفريق الاول، لو انت فاكر يعني ان هم شغلهم مش شاغل الفريق الاول بس، لا ده شغالين الاثنين يعني. بعيد عنك، هم عايزين يبقى في مستقبل اكتر من كده، ومقسمين نفسهم بقى كشاف في الدرجه الثانيه، كشاف في الدرجه الثالثه، وكشاف في البلاد المجاوره لجنوب افريقيا، وكشاف في امريكا الجنوبيه، وكشاف في اسيا لو سمع ان في حد مثلا ايه يعني نبغه كده ولا حاجه. فلويد موجال ده كان شغال معاهم كده كشاف بعيد عنك من كام سنه، وانهى تعاقده معاهم وشغله. بيقول لك ان هو مره اتكلف ان هو يراقب لاعب لمده اسبوعين عشان يتم التعاقد معاه، اسبوعين يقدم بعدهم تقرير شامل للاداره، بياكل ايه وبيشرب ايه وبينام امتى وبيدخن ولا لا، والاهم من ده كله بيعمل ايه بعد التدريبات. عايزين يعرفوا عقليته يا معلم. الراجل بيقول ان صن داونز بعيد كل البعد عن كل فرق جنوب افريقيا بفارق لا يقل عن 10 سنوات، وكل عام وانتم بخير. بعد كل الكلام ده انت مش عايزهم يغلبوا الاهلي 5؟ انت مجنون يا ابني ولا شارب حاجه؟ ما هو ربنا عرفوه بالعقل، ناس ماشيه بشكل علمي بالشكل ده، والمستثمر اللي مسكهم ماشي بالشكل ده، واخدوا بكل الاسباب ان هم يعملوا فريق قوي وصعب. انت بقى حاطط لهم معيار بيعملوا ايه في دوري ابطال افريقيا كل سنه عشان خاطر نقول عليهم فريق كبير ومش عارف ايه؟ ما يولع يا عم دوري الابطال. هم بيعملوا حاجه اشمل من كده هتقعد معاهم لزمن قدام. كلمني كده عن فريق انت شايفه بالثبات دوت في افريقيا لمده لا تقل يعني مثلا عن 5-6 سنين، مش هقول لك من 2013، مش هتلاقي. لا هو هم كمان هيفضلوا مكملين، وكل الفرق اللي حواليهم سواء في جنوب افريقيا او في البلاد اللي حواليها هتلاقيهم واقعين، او هتلاقي فريق بيقع ويقوم، لكن دول هيفضلوا مكملين بثبات. هو ده اللي هم بيدوروا عليه. سيبك مننا وسيبك من شمال افريقيا والقصه دي كلها، هتلاقي فرق وقعت ونزلت وطلعت، سيبك من القصه دي كلها. انا بكلمك عن ناس مستواها ثابت، او هم بيحلموا ان هو مستواهم يبقى ثابت. لا، ويوم ما جالنا مدير فني من المنظومه الناجحه دي احنا كرشناه بايدينا، احنا ناس جميله قوي. بس يا سيدي دي قصه صن داونز ونجاحهم، وهم ليه كسبوا الاهلي مرتين 5 وحرموا الزمالك من حلمه، والقصص الفانتازيا اللي انت شايفها دي. لو حد شايف الفيديو مفيد يا ريت شير ولايك وسبسكرايب للقناه لو حد متابع يعني، ولو على الفيس شير بقى وعيش بقى. سلام.